أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا في أفضل صحة وسعادة. معادنا مع فيديو جديد بنتكلم فيه في بعض الأمور والتفاصيل اللي أكيد ليهم علاقة بالنادي الإسماعيلي، ولكن زي ما حضراتكم متعودين معانا قبل ما بنتكلم وقبل ما نقول أي حاجة بنطلب منكم إن أنتوا تذكروا الله وكمان تصلوا على النبي محمد، ونأمل ونتمنى إن إحنا دايما نكون عند حسن ظنكم. وطبعا على طول بنطلب منكم ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، اللايك بتاعكم بيفرق معانا بشكل كبير جدا في انتشار الفيديو، وكمان اي حد مش مشترك في القناة يسعدنا ان هو يشترك فيها. نفسنا قناتنا تكبر وتكون عند كل جمهور الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي مستمر في اداء المران الخاص بيه، وده استعدادا لمباراة المصري المقبلة. النادي الاسماعيلي او تحديدا الكابتن خالد جلال يعني بيقوم بتدريب اللعيبة على بعض الجمل التكتيكية اللي من المفترض ان اللعيبة تطبقها في الملعب. عايز اقول لك ان المران بيسود حاله من الود بين الجميع. خليني اقول لك ان المران بيسود حاله من الاحترام، وان اللعيبه كلها مركزه بشكل كبير جدا في المران. عايز اقول لك ان وجود القيصر حسني عبد ربه في مران النادي الاسماعيلي ومراقبته لجميع اللعيبه، ده اللي مخلي اللعيبه تركز، وان اللعيبه بقى الاحاديث الجانبيه اللي كنا بنشوفها قبل كده كل الكلام ده مش موجود. زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ان حسني عبد ربه قدامه تحدي بشكل كبير جدا، ان هو عايز يثبت نفسه وينجح مع النادي الاسماعيلي. خصوصا ان انا زي ما بقول ان النادي الاسماعيلي في الفتره الحاليه يعني هو اشبه بالانتحار. فنأمل بإذنك يا رب كل واحد شغال مع النادي الإسماعيلي يعني ينجح، لأن زي ما احنا بنقول إن نجاحه هيكون من نجاح النادي الإسماعيلي. مباراة النادي الإسماعيلي مع المصري واللي هنتكلم عليها كمان شوية هي مباراة مهمة جدا. نأمل بإذنك يا رب إن النادي الإسماعيلي يحقق فيها الفوز. تعالوا نروح للفقرة اللي بنحاول نثبتها مع حضراتكم، وهي فقرة المتابعين وتعليقات حضراتكم على آخر فيديو بينزل على القناة. تعالوا نروح لأول تعليق معانا، وهو صديقنا الأستاذ عماد عبد الرحمن اللي بيقول لنا: بصراحة أنت شخص محترم جدا، ويا ريت أصحاب الجروبات يسلكوا نفس الطريق بتاعك. احنا من هنا بنشكر أستاذ عماد الحقيقة، وده اللي احنا بنتمناه واللي بنفضل نقوله دايما، إن احنا نكون عند حسن ظنكم، إن احنا نقدم محتوى يليق بحضراتكم، يليق باسم النادي الإسماعيلي. خصوصا ان انا واحد من جمهور الاسماعيلي، لازم المحتوى اللي بقدمه يكون مناسب ويكون كويس لحضراتكم. فنأمل يا رب ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. وعلى طول بقول في الفيديوهات لو اي حد حابب ان انا اعدل حاجه من المحتوى، او شايف في طريقه انا بقدمها مش مناسبه، او شايفها ان هي مش احسن حاجه، فاتمنى من حضرتك ان انت ما تتاخرش وتكتب لي في التعليقات تحت، عشان على طول نفضل بنفس الصوره اللي اخدينها علينا ونقدم محتوى يليق بالنادي الاسماعيلي. تعالوا نروح لتاني تعليق، وهو صديقنا الاستاذ احمد ابراهيم، واللي على طول الحقيقه تعليقاته بتكون فيها شده ويكون فيها حده. معرفش لو بتخانق معايا ولا ايه، ولكن استاذ احمد صديقنا في القناه بيتابعنا اول باول، وعلى طول في كل فيديو لازم نشوف ليه تعليق. خلينا نروح لتعليق استاذ احمد اللي بيقول: يعني هيعمل ايه خالد جلال، هو ساحر ولا ايه؟ يقول لي خليك واقعي، ومع ذلك احنا بنتمنى له التوفيق. فانا بس عايز افكر استاذ احمد، انا ما قلتش ان خالد جلال هيفنش معانا اول الدوري، ولا قلت ان الكابتن خالد جلال هياخد معانا بطولة كاس مصر ولا بطولة كاس عاصمة مصر. انا ما قلتش الكلام ده. انا كل اللي قلته على الكابتن خالد جلال ان انا بتمنى له التوفيق واتمنى له ان هو ينجح مع النادي الاسماعيلي. ما قلتش اي حاجه. ومن الواضح كده ان الاستاذ احمد للاسف ما بيتفرجش على الفيديو بتاعنا كامل وبيجري الفيديو، لان انا قلت في الفيديو اللي الاستاذ احمد علق عليه التعليق، وقلت لك بصراحه وما اخبيش عليكم انا مش متفائل. فبناء عليه يا استاذ احمد انا بقول بقى ان الكابتن خالد جلال هيعمل حاجه مع النادي الاسماعيلي. ده انا يعني ما فيش واقعيه اكتر من كده، ان انا بقول لك ان انا مش متفائل ان احنا نلف في نفس الدايره اللي موجوده في المدربين عندنا. فاتمنى من الاستاذ احمد ان انت تعليقاتك يكون فيها صبر شويه وهدوء، او ان حضرتك تتابع فيديوهاتنا للنهايه عشان تعرف الكلام اللي احنا بنقوله وسط السطور. تعالوا نروح للكابتن علي غيط نائب رئيس اللجنه المعينه، واللي الحقيقه انا مختلف معاه في بعض التصريحات اللي قالها على صفحته اللي موجوده على الفيسبوك. الكابتن علي غيط واختصارا للبوست الطويل اللي منزله، ان هو بيقول يعني بيطلب من رجال الاعمال وبيطلب من الناس اصحاب النفوذ ان هم يتبرعوا للنادي الاسماعيلي، وقال ان احنا عايزين نتبرع لانقاذ النادي الاسماعيلي وكمان دعم الجمهور في المباريات. فانا الحقيقه بطلب من الكابتن علي غيط: يا كابتن علي غيط، من المفترض ان انت طالما بتدعي الناس للتبرع وان انت بتحسهم وبتشجعهم ان هم يكونوا موجودين جنب النادي الاسماعيلي، كان من الاولى يا كابتن علي غيط ان انت اول واحد تعلن عن تبرعك لخزينه النادي الاسماعيلي. وده هيدي ايحاء ويحاول ان هو يشجع الناس ان هي تتبرع للنادي الاسماعيلي. فحضرتك بتطلع تقول لي اتبرع للنادي الاسماعيلي، وحضرتك اصلا اللي موجود جوه النادي الاسماعيلي ما اتبرعتش. فانا بتمنى من اي حد موجود جوه النادي الاسماعيلي
قبل ما يطلب ان اي حد من خارج النادي ان هو يتبرع، لازم الناس اللي موجوده على كرسي النادي الاسماعيلي ان هي تتبرع. وده لسبب بسيط جدا، ان نادي الاسماعيلي او وجودك داخل النادي هو بيديك شهره، وبيديك بقى مداخلات تلفزيونيه، ويخلي الناس تعمل معاك لقاءات. كل ده يا كابتن علي دي ضريبه الشهره، وضروره ان انت لازم تدفع عشان حضرتك موجود داخل النادي الاسماعيلي. فاتمنى بس من الكابتن علي غيط ان هو يتبرع، عشان بعد كده يشجع الناس ان هي تتبرع من خارج النادي الاسماعيلي. نأمل بإذنك يا رب إن الأمور كلها تعدي على خير. أنا حبيت أعلق على النقطة دي لأن أنا بشوف إن لأ، لازم إن الموضوع يبدأ من عندنا إحنا، عشان بعد كده نقنع الناس التانية إن هي تتبرع. وأتمنى من الكابتن علي غيط إن هو يقود حملة للتبرع للنادي الإسماعيلي، وإن هو بمعارفه وأصدقائه واللاعبين السابقين إن هو يقود الحملة دي، ونتمنى إن هي تنجح. ولكن فكرة إن أنا أطلع أنزل بيان أو بنزل بوست على الفيسبوك لا يسمن ولا يغني من جوع، ومفيش حد هيسأل فيا ولا حد هيعبر. تعالوا نروح كمان للزيارة المرتقبة واللي أعلنا عليها من أسبوع، وهي زيارة محافظ إسماعيلية اللواء نبيل حسب الله لمبنى النادي الإسماعيلي. وزي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن هيكون في جلسات للسيد الوزير المحافظ إسماعيلية مع بعض رجال الأعمال ومع اللجنة المعينة للنادي الإسماعيلي. المهم سيادة المحافظ زار النادي الإسماعيلي واجتمع مع أعضاء اللجنة المعينة، وكمان كان متواجد لاعبي النادي الإسماعيلي، وجلسة كانت كلها حب وود بين الجميع. وصرح السيد المحافظ إن هو تحت أمر النادي الإسماعيلي في أي وقت، وإن هو موجود لخدمة النادي الإسماعيلي وتذليل بعض العقبات. وكان يعني زي ما احنا بنقول كانت جلسة كلها حب واحترام بين الأطراف كلها. فإحنا بنتمنى من محافظ إسماعيلية إن هو يقود حملة للتبرع أو يقود حملة لإنقاذ النادي الإسماعيلي. كمان أنا عايز أقول لك أنا ما أتمناش إن الموضوع يتوقف على تحمل محافظة إسماعيلية لمرتبات العاملين فقط. أتمنى من محافظ إسماعيلية إن هو مثلا يعقد جلسة مع رئيس هيئة قناة السويس، إن هو يعقد جلسة مع رجال الأعمال اللي موجودين في إسماعيلية والسادة النواب، وإن الناس بالفعل تقف جنب النادي الإسماعيلي، ويكون في حلول بشكل عاجل لإنقاذ النادي. فكرة إن المحافظة مشكورا تتبرع وإن هي تدي مرتبات الموظفين شهريا، ده أمر برضه لا يسمن ولا يغني من جوع. وأنا هنا يعني مش عايز ألوم المحافظة، هي كتر خيرها إن هي بتحل مشكلة رواتب الموظفين، ولكن إحنا نتمنى إن الموضوع يوسع والموضوع يبقى أكبر، وإن الناس كلها تكون موجودة في مصلحة النادي الإسماعيلي. فنأمل بإذن الله إن الزيارة اللي جاية أو الجلسة اللي جاية تكون بين المحافظ مع رجال الأعمال، وإن شاء الله بإذن الله الموضوع كله يكون في صالح النادي الإسماعيلي. تعالوا نروح بقى للمباراة المهمة والمرتقبة بين النادي الإسماعيلي مع النادي المصري في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز. مباراة مهمة جدا جدا فوق ما حضراتكم تتخيلوا. المباراة مهمة للنادي الإسماعيلي عشان يحاول يقرب من المركز اللي فوقه في الجدول الدوري. كمان المباراة مهمة للنادي المصري إن هو موجود في المركز الخامس، وإن هو بيطمح يكون موجود في المركز الرابع، ولكن الموضوع بقى مستحيل لفرق النقاط بين النادي المصري مع أقرب منافسيه وهو سيراميكا كليوباترا. كمان الموضوع مهم جدا للمصري لأن في فرق تحته، وبالتالي لو النادي المصري اتعرض للهزيمة الفرق اللي تحته هتعديه، وبالتالي النادي المصري هيفقد المركز الخامس بالنسبة له. فالمباراة مهمة بشكل كبير جدا جدا لكلا الفرقتين. تعالوا خلينا اقول لك الاحصائيه بين النادي الاسماعيلي مع النادي المصري. الفرقتين اتواجهوا قبل كده 111 مره. النادي الاسماعيلي تمكن من الفوز على المصري في 51 مباراه، والنادي المصري تمكن من الفوز على النادي الاسماعيلي في 22 مباراه، والفرقتين اتعادلوا في 38 مباراه. طبعا فرق كبير جدا، والتاريخ بينحاز للنادي الاسماعيلي. عايز اقول لك كمان ان هداف الفرقتين من النادي الاسماعيلي هو القيصر حسني عبد ربه برصيد 7 اهداف، ويجي من بعده محمد فضل لاعب النادي الاسماعيلي السابق برصيد 5 اهداف. الاحصائيه دي بيقول لك التاريخ رايح فين والتاريخ بينحاز لمين. ده عايز اقول لك كمان ان خلال الفتره او خلال السنوات اللي فاتت كان النادي المصري كعبه عالي على النادي الاسماعيلي بسبب تدهور مستوى الاسماعيلي وسوء التخبط اللي موجود في الاداره. فيعني احنا بنتمنى ان النادي الاسماعيلي يحقق الفوز، ولكن في كلا الاحوال احنا بنتمنى ان المباراه يسودها حاله من الود والاحترام بين الجميع. كمان النادي المصري بيتميز في خط هجومه او في الناحيه الهجوميه والكثافه الهجوميه اللي عنده، لان عنده لعيبه الحقيقه في غايه من الجمال والروعه، ولعيبه عندهم امكانيات هائله. لو اتكلمنا على ثلاثي الهجوم وهو اسامه الزمراوي لاعبهم الجديد وصلاح محسن وميدو جابر، ويجي من بعدهم دغموم والساعي وكريم بامبو ومنذر طمين، وكمان لاعبهم الفلسطيني عميد صوافته.
النادي المصري بيتميز الحقيقه في خط هجومه، فطبعا ده اللي هيواجهه بشكل كبير جدا خط دفاع النادي الاسماعيلي. فنامل ان خط دفاع النادي الاسماعيلي يكون مركز في المباراه دي. المباراه طبعا على الورق نتيجتها بتروح للنادي المصري نظرا لفارق الامكانيات والفورمه اللي موجوده بين اللاعبين. هل هتحصل حاجه غير متوقعه؟ هل لاعيبه الاسماعيلي هيكون عندهم الدافع والرغبه الحقيقيه في تحقيق الفوز؟ ده اللي احنا بنتمناه، وبنتمنى ان النادي الاسماعيلي يحقق الفوز. ولكن زي ما انا بقول لك ان المباراه بنتمنى ان هي ما تخرجش بره اطار الروح الرياضيه. في الاول وفي الاخر هو ماتش و3 بونت، ولكن بنتمنى كل التوفيق للنادي الاسماعيلي. مباراه مهمه ومباراه صعبه بتواجه النادي الاسماعيلي، ولكن كلنا بقى هنشوف ونتخيل تشكيل الكابتن خالد جلال في اول مباراه بيقودها بالنادي الاسماعيلي، وده اللي هيخلينا نشوف ونعرف الكابتن خالد جلال ناوي على ايه مع النادي الاسماعيلي. كل التوفيق للنادي الاسماعيلي في مباراته مع النادي المصري. تعالوا نختم حلقتنا النهارده والفيديو بتاعنا، وهو حلول النادي الاسماعيلي واللجنه المعينه لفتح القيد. عايز اقول لك ان حاليا اللجنه المعينه للنادي الاسماعيلي بتقوم باجراءات صرف القرض في الوقت الراهن. اداره النادي الاسماعيلي او اللجنه المعينه بتراهن او بتسابق الزمن ان هي تفتح القيد. فاللجنه المعينه عايز اقول لك ان هي فاتحه خطوط اتصال على اعلى المستويات عشان تقدر تحصل على قرض، ومن خلال القرض ده تبدا اللجنه المعينه بالتفاوض مع اللعيبه وسداد جزء من مستحقاتها، عشان اداره النادي الاسماعيلي بتحاول جاهدا ان هي تفتح القيد. وبعد ما يتم فتح القيد في بعض اللعيبه اللي موجوده حاليا سواء في الدوري المصري او في افريقيا، ان يتم التعاقد معاهم وان اللعيبه دي هتكون فري وبدون متعاقده مع اي نادي. هل إدارة النادي الإسماعيلي هتنجح في الحصول على قرض في الوقت الراهن؟ هل اللجنة المعينة للنادي الإسماعيلي هتسابق الزمن وتقدر إن هي تفتح القيد؟ ده اللي إحنا هنعرفه خلال الأيام القليلة اللي جاية. هل الامور هيتم على خير؟ محدش عارف، لان زي ما حضراتكم عارفين ان مجلس نصر ابو الحسن وحتى بعد ما مشي وجات من بعده اللجنه المعينه كلهم كانوا بيحاولوا الحصول على قروض، ولكن المحاولات كلها فشلت. فده اللي احنا هنعرفه خلال الايام اللي جايه. فاحنا بنحاول نقول لحضراتكم ان اللجنه المعينه شغاله عشان تاخد قرض، فنأمل بإذنك يا رب إن الأمور يعني تكون كلها في صالح النادي الإسماعيلي. هتيجي تسألني من وجهة نظري أقول لك أنا ما بحبش القروض نهائيا، لأن موضوع القروض ده بيجيب لصاحبه الخراب. فيعني النادي الإسماعيلي مش محتاج خراب أكتر من اللي هو فيه. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل. هل رجال الأعمال هيتدخلوا في الوقت المناسب وينقذوا النادي الإسماعيلي؟ ده اللي إحنا بنتمناه واللي بنشيد بيه وبنطالب بيه وبنوصل رسالتنا لكل الناس. انقذوا النادي الإسماعيلي وما تسيبوش النادي الإسماعيلي في الوقت ده. هنشوف الامور هتروح لفين في حته القرض. دلوقتي حاليا الناس قدمت الحصول على قرض، خلينا نشوف لما الامور تقف او الامور هتمشي او هيتم صرف القرض. ده اللي احنا هنقوله لحضراتكم. وكمان خلينا اقول لك يعني تحسبا لو النادي الاسماعيلي اخذ القرض ووصل لتسويه مع اللعيبه اللي ليهم فلوس على النادي الاسماعيلي، خلينا اقول لك ان في بعض اللعيبه هتكون على رادار النادي الاسماعيلي للتعاقد معاهم عشان يقدروا يلعبوا مع النادي الاسماعيلي في الدور الثاني. ده اللي احنا بنتمناه مع النادي الاسماعيلي. ولكن برضو الموضوع مش سهل زي ما احنا متخيلين، لان انت لما تدي دفعة اولى بالنسبة للعيبة اللي ليهم فلوس عند النادي الاسماعيلي لابد ان انت تلتزم بسداد الجزء الثاني والثالث معاهم، والاقساط لازم تدفعها في المواعيد اللي حضرتك متفق عليها، لان اي تخاذل واي تخلف في سداد المستحقات دي هنضطر ندفع المستحقات من اول وجديد. فلازم يكون في دراسة قوية جدا من اللجنة المعينة، عشان كل الامور دي ممكن تكون مش في صالح النادي الاسماعيلي. فاتمنى ان يتم دراسة الموضوع بشكل جيد، واكيد في الاول وفي الاخر بنتمنى كل التوفيق للجنة المعينة، وطبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي. خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من حضراتكم تقولوا لي وجهة نظركم في التعليقات تحت، شايفين الامور رايحه فين خلال الفتره اللي جايه، توقعاتكم كمان لمباراه النادي المصري المقبله، وان شاء الله باذن الله الامور كلها تكون افضل واحسن للنادي الاسماعيلي. وفي النهايه ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.